أهلا بيكم مع وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة من أسهل وأسرع وصفات اللحمة، وهنستخدم فيها لحمة فليتو متقطعة مكعبات عشان الفليتو ما بياخدش سوا كتير على النار وبيطلع معانا في الآخر طري وجوسي جدا. هنبتدي بالتتبيلة. هنجيب زيت زيتون ونضيف عليه الورشستر صوص وصويا صوص وفلفل اسود وبودرة بصل وثوم مفروم ونقلبهم كويس مع بعض. أنا سايبالكم كل المقادير والمكونات تحت في الديسكريبشن. بعد كده هنجيب مكعبات اللحمة وتكون متقطعة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، حجم وسط يعني زي ده، ونضيف عليها التتبيلة بتاعتنا ونقلبهم كويس جدا ونغطي ونسيبها في التلاجة نص ساعة على الأقل، ولكن طبعا كل ما نزود المدة كل ما يبقى أحسن. ودلوقتي بقى هنبتدي التسوية. في طاسة على نار متوسطة هنحط الزبدة، وأول ما تسيح نحط اللحمة ونوزعها كويس ونسيبها 10 دقايق، وبعدين نقلبها ونسيبها 10 دقايق كمان. ولو لقيتوها لسه محتاجة سوا ممكن تسيبوها 5 دقايق كمان. وزي ما انتوا شايفين كده اللحمة اتكرملت واخدت اللون الجميل ده. وبس كده خلصت وصفتنا النهاردة. ياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب والجرس عشان تتابعوا وصفاتنا أول بأول، وبالهنا والشفا.